أسيوط بلد اليهود. تعرف إن أسيوط علموا اليهود الأدب؟ زمان اليهود كانوا عايشين في مصر عادي، فكان في تاجر يهودي سافر أسيوط وكان عايز يكبر تجارته هناك. هل سهل إن هو يضحك عليهم؟ هنشوف ايه بالظبط؟ أما وصل هناك فضل يمشي بالحمار بتاعه لحد ما قابل ولد صغير فناداه واداله نكلة. قال له أنا عايزك تجيب لي حاجة أكلها وحاجة للحمار ياكلها وحاجة تسلى بيه. بس هات لي الأول 4 صور خلفية بيضة بسيطة، كشف حساب البنك آخر 6 أشهر، تذكرة الطيران، حجز الفندق، دعوة مستقم الخارجية لأي دولة أوروبية. فغاب الطفل شوية ورجع معاه بطيخة، فقال له ايه دي؟ فالطفل قال له اشتريت بطيخة بنص نكلة وخدت الباقي ليا. فسأله اليهودي طب ده أكلي، طب فين أكل الحمار واللي هتسلى بيه؟ فرد الطفل قال له البطيخة هتاكلها والبذر هتتسلى بيه والقشر هياكله الحمار. فاليهودي راح قايل لو الطفل عمل فيا كده امال اهل البلد دي يعملوا فيا ايه؟ مش عايز حاجة منك، هسيب لك المكان واجري. فمشي ومن هنا طلع اسيوط بلد اليهود.